السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السعودية تحذر الحجاج من هذا الفعل، بيان عاجل. نشر الدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية مقطع فيديو عبر منصة تويتر يكشف خلاله تداعيات تحميل المصاعد فوق قدرتها الاستيعابية. ودي حاجة مهمة جدا للحجاج. في طبعا كل الفنادق مرتفعة وكله لازم بيركب مصاعد، فلازم ياخد باله ان ما يركبش وفيه عدد كبير جدا في المصاعد. وحذرت مديرية الدفاع المدني الحجاج من عدم تحميل المصاعد فوق طاقتها. وأعرب المركز الوطني للرقابة في وقت سابق على الالتزام البيئي السعودي عن استعداد كوادره والتقنيات المتطورة لضمان جودة الهواء والتربة والماء لضيوف الرحمن في مكة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة. مشروعات الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة الأضخم في التاريخ. في سياق منفصل رحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بالقادمين إلى المملكة من مختلف دول العالم لأداء مناسك الحج هذا العام، وأكد اعتزاز هذه البلاد المباركة بخدمة بيت الله العتيق ومسجد نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، ورعاية أمور قاصديها والسهر على أمنهم وسلامتهم وراحتهم بأعلى درجات العناية والحرص والاهتمام. جاء ذلك في جلسة مجلس الوزراء السعودي التي رأسها خادم الحرمين الشريفين. وأشاد المجلس في هذا الصدد بالجهود المبذولة من الجهات المعنية بشؤون الحجاج في تيسير وصول ضيوف الرحمن إلى الرحاب الطاهرة، والاستمرار في تحقيق مستويات مرتفعة من جودة الخدمة المقدمة لهم بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 ويتواكب مع ما أنجزته الدولة في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة من مشروعات تعد الأضخم في التاريخ. فعلا ما شاء الله الحجاج بيعيشوا حياة جميلة جدا والأماكن ممهدة وكل حاجة تمام. بس الدفاع المدني بيركز على موضوع المصاعد لأنه طبعا ده موجود في كل فندق، فخدوا بالكم. وكل عام وأنتم بخير، وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.